السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مجموعة من المدربين في رياضات الفنون القتالية التابعين لبعض المؤسسات الرياضية بالمملكة المغربية الشريفة اللي كانوا تواصلوا معنا وبغاونا ننوروهم عن مجموعة من المسائل اللي تخص القانون في تسيير الجمعيات الرياضية للفنون القتالية. إذن بصفتي كخبير في الفنون القتالية حاصل على الحزام الأسود درجة الخامسة ومتطلع في تسيير شؤون الجمعيات ورئيس جمعية أوسرد للرياضة منذ 1998 وعلى حسب المعرفة ديالي المتواضعة بغيت ننور ونشارك الإخوان ديالنا المدربين القاعات الرياضية الخاصة للفنون القتالية التابعين الجامعات الرياضية أو بعض الجمعيات التابعين لبعض الجامعات الرياضية. إذا تحدثنا على الجواز الرياضي خاص كل أستاذ أو كل مدرب أو كل رئيس جمعية يحترم مجموعة من القوانين ومجموعة من الضوابط حتى يمنح هذا الكتيب الصغير للمنخرط أو الممارس. إذن الجواز الرياضي يعتبر هو اختياري بالنسبة للممارس لرياضة ما، هو اللي كيختار واش يطلبوا أو يستغنى عليه، ولكن أنا كنفضل وكنصح أنه يطلبوا. غادي نخلوها من جانب وديك الساعة تبقى تسولوني تساؤلات باش نبقى نجاوبكم. إذن الجواز الرياضي دائما إلا جينا نشوفوا الأوراق ديالو كيقول لك يجب طلبه والحصول عليه من الجامعة المعنية للفنون القتالية، لكن هناك أخطاء شائعة كيرتكبوها بعض المدربين ديال رياضات ما، وهي راهي خطيرة نحن طحنا فيها، بمعنى أنك ما تسلم الجواز الرياضي من أي هيئة كانت إلا بعد منحها الطلب، وذاك الطلب اللي كتعطيها يتعود عندك نسخة منه، هذيك النسخة اللي كتكون عندك منه تحافظ عليها. هذيك النسخة ذاك الطلب اللي كتعطيه هو عبارة عن محرر عرفي، وكما كتعرفوا أن المحرر العرفي كتمنحو الهيئة الرسمية الرياضية للفن القتالي. اللي لاحظت أن مجموعة من العصب كتمنح هذا الجواز الرياضي دون ذلك الطلب، وهذا راه خرق سافر للقانون. كيفاش انت كتسير عصبة وكتمنح لها هذا الجواز الرياضي دون هذا الطلب؟ نحن كجمعية أوسرد للرياضة بجهة الداخلة والذهب أي جواز رياضي كنطلبوه من الهيئات كنطلبوا النسخ هما الأولى، نطلبوا المحررات العرفية اللي هما عبارة عن محرر عرفي، وكنخلوا نسخة من عندنا وكنردوا نسخة كتحكم الجامعة الملكية لأي هيئة كانت أو الجامعة الرسمية. نسخة تبقى الرسمية تبقى عندها الأصلية، ونسخة تبقى عندك في الأرشيف، يعني خاص الجمعيات يديروا الأرشيف ديالهم كما حنا دايرين. هذا الجواز الرياضي هو الطلب ديالو لدى أي هيئة هو إلزامي بقوة القانون، يعني القاعدة القانونية تقول يعتبر إيداع طلب الحصول على جواز رياضي لدى أي هيئة رسمية رياضية إلزامي بقوة القانون، والذي الهيئة أعطتك هذا الجواز دون هذا الطلب يعتبر خرق سافر للقانون، يعني هذه الهيئة خرقت القانون. بمعنى أي قاعة رياضية خاصة طلب لها المنخرط جواز رياضي لا بد أن ذاك الجواز الرياضي يكون معه الطلب ديالو الرسمي، كيتعمر طلب هو الأول وكترسلو لهذه الهيئة اللي الممثل ديالو العصبة إلا كانت، لما كانت كترسلو للهيئة، وأنا كنفضل أنك ترسلو للهيئة ديريكت، هذا مجرد اقتراح مني أنت كتعرف وكتخلي نسخة عندك منه. إذن لأن هذا الجواز الرياضي هو محرر عرفي، والطلب حتى هو محرر عرفي كتعطيه هذه الهيئة، يعني باش تعودوا عارفين القانون. راه الا عطاوك جواز رياضي بدون هذا المحرر العرفي اللي دار هو، بدون هذا المحرر العرفي الذي
هو عبارة عن طلب، فهو راه خرق للقانون. هذه من ناحية. إذا هذا الجمعية أو هذا الأستاذ أو هذا الرياضي حصل على الجواز الرياضي. شنو هي المرحلة الثانية؟ كيتعبأ الجواز الرياضي ديال المنخرط بإمعان وحذاري من الأخطاء. ما ديروا الثقة ما ديروها. حنا كنتقنا وتطعنا في الظهر. انا غير باش كنبه باش حتى واحد من الاخوان المدربين ما يطيحوا في الاخطاء اللي طحنا حنا فيهم. الثقه راه ما يخالك، ما تثقوا في حد. الجواز الرياضي تعطيك تعمر بامعان وتعمر فيه الاوغراد ديال المعني بالامر، ومن ثم شوف كل هيئه عندها قوانين ديالها ديال الاوغراد هما حرين فيه. حنا داكشي ما سوقنا، حنا سوقنا في الجواز الرياضي. ومن ثم تسليمه للمعني بالامر. راه ممنوع يبقى الجواز الرياضي عند المدرب. اي منخرط خاص الجواز الرياضي ديالو يكون عنده. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى يجب تجديد هذا الجواز الرياضي كل فاتح اكتوبر من كل سنه رياضيه. يعني التجديد ديالو وطلب التامين كيجيك عباره على تامبر، لان حنا كنا هذا خليه موضوع ثاني تطرحوا وتحطوا فيه. هذا هو باش تجديد هذا الجواز، وكتبقى باش تبقى عندك الاقدميه. ولكن منين المنخرط يبغي يدير الجواز الرياضي ديالو، هذه نقطة مهمة ثانية. إذا كان المعني بالأمر قاصر هذه حالة، وإذا كان المعني بالأمر منخرط ماجور يعني مسؤول عن نفسه هذه حالة ثانية. إذا نشوفوا الحالة الأولى القاصر يحل محله ولي أمره، يعني أبوه أو أمه أو من يتحمل كفيله. هذا المعني بالامر من يبغي يجي يحكم الجواز الرياضي، هادو اخطاء ثانيه كيطيحوا فيها بعض المدربين باش ما كطيحوش الاخطاء، باش ما يشدوكمش بعض رؤساء عصاب او رؤساء هيئات ثاني. انا كنهضر مع المدرب ما كنهضرش مع كاين رؤساء عصب شرفاء وعلى المساء وهذوك الله يعطيهم الصحه، وكاين حتى رؤساء بعض الهيئات الثانيه الاخرى الجامعات حتى هما شرفاء، هذوك ما كنتكلم على البعض اللي هو حقود والبعض اللي هو في راسو لسخ، باش ديما الجمعية الرياضية تحتاط من هذه النقط. إذا كيجي المعني بالأمر اللي بغى يشد الجواز الرياضي، كتفتح له الجواز الرياضي وتحسب له اوراقه، ما تخصو حتى ورقة. هذا إلا كان إنسان مسؤول الأوراق ديالو كاملة يبصم ويطبع وتعطيه ديك الورقة ماشي إنجليزية أنه تحمل مسؤول الجواز الرياضي راه شدو من النادي لا تنقصه أي وثيقة. هذه الحالة ومهمة، حيدنا من هذا النقطة هذه، لأن إلا مشات تحيدت من ورقة ومشى شكا بك راه يقد يشد فيك إلا ما كان عندك شهود ولا ما كان عندك أرشيف في الجمعية. هذه نقطة. النقطة الثانية إذا كان المعني بالأمر مينور يعني قاصر يحل محله ولي أمره. هتقول لي بحالاش؟ الولي الأمر ديالو لا شوف الله يخليكم صحاب القاعات الرياضية الخاصة بصفة عامة للفنون القتالية ما تتعاملوش مع القاصرين او القاصرات، ما تتعاملوش تعاملوا مع اولياء الامر، لان احنا طحنا في هذا الخطا. الحمد لله كانوا عندنا لي بروف ديالنا وكانوا عندنا مسائل، كنتعاملوا مع ولي الامر. هذا هو تحسب له الورقات ديال الجواز الرياضي العدد ديالو، تكتبوا له فرقه يكتب لك التزام انه حكم الجواز الرياضي كامل يسني عليه ويبصم عليه ويمشي يجليزيه. هذا الحفاظ على المدرب، لأن بعض الهيئات الرياضية كنقول البعض اللي عامرين اللي فيهم تخلويط وثبت في حقهم الفساد وهذه المسائل، هذول ما يخافوا الله لا العبد، ما يعرفوا لا مدرب عنده وليدات، لا مدرب كاري لا والو، كيعرفوا غير شحال غيدخلوا في جيوبهم، وهادو هما اللي نحنا نحاربوهم وهما كيحاربونا. راه يظنوا انهم راهم كيخلعونا، احنا راه ما كنخافوا غير من الله تبارك وتعالى، ما حدنا ماشيين في المصداقيه وماشيين تحت القانون. لا يظنوا انهم راهم خالعين، احنا دابا بدينا كنوروا الراي العام. الله يجازيكم اصحاب القاعات الرياضيه الخاصه اللي ما عارف شي حاجه يحاول يسول. احنا راه ما كنحقدوا على حد، احنا كنوعوا باش نهزوا من هذه الرياضه ديالنا في هذا الوطن ديالنا الحبيب من طنجه الى الكويره. تحسب الاوراق ديال الجواز الرياضي وتعطيه المعني بعد تقدمي بالطلب هذا الطلب بالنسبه، واذا كانت عنده لاسيرونس كطلع.
اذا غندوزو واحد النقطه ثانيه. حنا حيدنا ريك من مساله الجواز الرياضي، والجواز الرياضي لازم يكون مع المعني بالامر. راه الاستاذ اللي كيشد الجواز الرياضي على الطفل راه غير قانوني، او على المعني بالامر، هذه المساله راه غير قانونيه. تحاولوا تراجعوا نفسكم، اعطوا الجوازات الرياضيه اللي المعني بغى يمشي الله يعاوننا يعاونو. راه الا مشى عندك واحد كيجوك 10، ما تخلوش الجوازات الرياضيه عندكم. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى كاين بعض الجمعيات اللي كيخلصوا اسيورونس محلي، وهذا مو عيب. يخلص محلي ديالو كيعلم به المعني بالامر، يقول انا راني مخلص لاسيورونس محلي ديالي، راني ماني مخلص مع الجامعه ولا مع عصبه ولا مع كذا، ويكون معني بالامر على المناجم وكيكتب له التزام فيه. هادو نقاط خاص المعنيين بالامر يطلعوا عليهم، ويطلعوا عليهم حتى الاباء، وتوعيه حتى الاباء والامهات. اذا نشوفوا الاثمنه ديال الجواز الرياضي. الاثمنه ديال الجواز الرياضي راه ما كتكثرش على 100 درهم، ما كيفوتهاش 100 درهم، ما كيفوتهاش الجواز الرياضي. يعني الجامعات الرياضه كاين اللي كيحسب 50، كاين اللي كيحسب 70 هكا. المهم الاستاذ 100 درهم كيشد. كانت شي حاجه الله اعلم داكشي بيناتكم، حنا ما كندخلوش فيه. نحنا بالنسبه للمؤسسه ديال الجامعه الملكيه المغربيه للكاجو كيمبو والاساليب المشابهه راهي ماشي على هذا المنوال. بالنسبه كاين ملاحظه ثانيه اللي بغيت نوعي بها الراي العام على اللي كيدوزوا امتحانات دوليه وكيبغوا يصادقوا عليهم في الجامعات المحليه، واخص بالذكر الجامعه الملكيه المغربيه للكاجو كيمبو والاساليب المشابهه. غادي نذكرها في الفيديو القادم الجاي ان شاء الله. في الختام نقول لكم ضموا القناه تدريس العمري باش يجيكم كل جديد، واي تساؤل تطرحوه حنا رهنا الاشاره. كاين الكثير اللي كيسول على المستوى الثقافي والرياضي ديال مثلا. اذا ندريس العمري انا مارست رياضه الفنون القتاليه منذ 1995. شاركت في المجموعه من تظاهرات الجهويه الوطنيه والدوليه في مختلف الرياضات. الفنون القتاليه هي معروفه، والآن حامل للحزام الأسود درجة الخامسة في الكاجو كيمبو. يعني الكاجو كيمبو هو كاراتيه، جيدو، أيكيدو، بوكس شينواز. خبير في الفنون القتالية، أنا كندير بحث في الفنون القتالية. ممثل للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب في رياضة الكاجو كيمبو. على يدنا تأسست الجامعة الملكية المغربية للكاجو كيمبو والأساليب المشابهة، ونحن كنسعاو باش نوحدوا هذه الرياضة في الوطن ديالنا الحبيب، على المدربين والمدربات اللي كيمارسوا هذه الرياضه، وعلى حتى الاخوان اللي بغاو يلتحقوا معنا من جميع الفنون القتاليه راه مقبولين بالاحزمه ديالهم، كدير لهم المولوغوها يعني اعاده النظر ديالها، ونعطوه رخصه باش يمارس هذه الرياضه. ولكن المسؤول عليه هو الخبير الدولي عبد اللطيف الحياني، كاين في الدار البيضاء، هو مسؤول على العلاقات الخارجيه والمكلف بالتقنية بالجامعة الملكية المغربية للكاجو كيمبو والأساليب المشابهة. ووضعنا واحد برنامج ديال القانون ديال التحكيم ديال هذه الرياضة، وهي لأول مرة في المغرب، وتمت المصادقة عليه من الجامعة الدولية وورد ويد في كاجو كيمبو فيدريشن باليونايتد ستيت اوف امريكا. ونحن دابا كنعملوا به ليكونوا تدريب في هذه القضيه، في هذه المساله. يعني الناس اللي هما قرابين من الدار البيضاء يحاولوا يتواصلوا مع الاستاذ والخبير الدولي عبد اللطيف الحياني في هذا الموضوع هذا. يعني توحدت الناس اللي بغات تخدم، اما اللي بغى يخلوض راه هو باين، حنا ما عندنا ما نديرو به. نكتفوا لكم في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.